اهلا بيكم، انا عمر من جوميا جيك. النهارده احنا جايين نتكلم عن موبايل جديد وهو انفينكس هوت. قبل ما نتكلم على ايه اللي بيميز الموبايل ده عن غيره، تعالوا نشوف المواصفات بتاعت الموبايل. من جوه في بروسيسور كواد كور كورتكس بسرعة 1.3 جيجا هرتز مع 1 جيجا رام، فبيشتغل معظم البرامج واللعب بدون اي تعليق او تبطيء. وفي بطارية 2000 ملي امباور فبتقعد معاك اليوم كله. من بره من اليمين هنا في الباور بutton فوليوم بutton، من فوق في اليو اس بي بورت ده عشان تشحن الموبايل وعشان تنقل البيانات بتاعتك من عليه. على شماله في ال 3.5 ملم هاتشات عشان السماعات بتاعتك. من ورا هنا في الكاميرا الاساسيه بتاعته، هي 5 ميجا بكسل، الصور بتاعتها كويسه. والسماعات تحت هنا دي صوتها فعلا عالي وبتبان كويس قوي. قدام عندنا السكرين بتاعته 5 بوصه، وزي ما انتم شايفين صورتها كويسه جدا. وفوقيها في كاميرا 2 ميجا بكسل لصور السيلفي اللي احنا كلنا بنحبها. وبيساعد الحكايه دي ان في تكنولوجي اسمها سمارت كابتشر، تصور من غير ما تلمس الموبايل عشان انت بتقول تشيز او كابتشر، بس هو بيصور. تحت هنا في زراير الباك هوم اوبشنز عشان تبقى تتعامل مع السوفت وير بتاع الموبايل. تعالوا نشوف بقى ايه اللي مميز فعلا في الموبايل. اولا الموبايل بينزل متحمل عليه اندرويد 4.4.2 كيت كات، بيخلي اي برنامج او لعبه تمشي من غير اي تبطيء او تعليق. لعب مثلا زي اسفلت 8 اولا زي ما انتم شايفين في مكان لشريحتين سيم كارد، ممكن تستعمل 2 للمكالمات او 1 للمكالمات والتاني للانترنت. الموبايل بينزل متحمل عليه ذاكره 16 جيجا عشان ميوزك واللعب والبرامج كلها. وغير كده في مكان الاس دي كارد او الميموري كارد، ممكن يتزود لغايه 32 جيجا بايت. المميز فعلا في الموبايل ده غير السوفت وير وغير المواصفات هو سعره. هو بيتباع على جوميا اكسكلوسيف ب 600 جنيه بس، وهو سعر مش هتلاقي بيه اي موبايل تاني بالمواصفات دي ولا حتى قريب. اقرب حاجه هتلاقيها 1000 1000 وي. كان معاكم عمر من جوميا جيك، شكرا.